صباح الخير عليكم البنات، صباح الورد والياسمين. كي صبحتوا؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحتكم. انا زينات، نهار جديد وفيديو جديد، والوصفه اللي راكم كاع تستناو فيها اللي هي وصفه الفواكه، الوصفه التقليديه الجزائريه. جبتها لكم هي وصفه كلاسيكيه بصح بلمسه عصريه. شوفوا البنات، قدمت لكم فيها كامل النصائح، يعني جبت لكم ورشه مجانيه لداركم بلا ما تخسروا حتى دينار. تبعوا الفيديو باش تفهموا غايه الغايه، تبعوا كاع الفيديو لانه راه معمر بالنصائح. بالدعاء في الفيديو على بركه الله. انا زينات عندي جينواز، الجينواز دوك نحطها لكم ان شاء الله كاش نهار في فيديو اخر. يعني اي جينواز تعرفوها طيبوها برك، ديروها طيبوها كما نقولوا غايه الغايه باش ما تجيكمش معجنه، وخلوها تبرد ورحيوها كما هكاك. يعني ما يليقش تكون كاع غبره وما يليقش تكون عاود خشينه بزاف. كما اللي شفتوا معايا رحيوها. انا البنات يعني احنا نوجدو في الحشو تاعنا. هنا عندي 300 غرام تاع زبده اوبلين. نستعمل اوبلين لانه الريحه تاعها شابه وبنينه. زدت عليها 300 غرام تاع سكر ناعم، ونزيد عليهم 2 معالق كبار نتاع كريمه البوينو باش نكه الحلوه تاعنا والزبده تاعنا وتجينا بنينه. تقدروا تستعملوا الكراميل، تقدروا تستعملوا الشيكولا تاع الطلاء، تكون نوعيه تاعها شابه. المهم نكهوها باش تجينا بنينه. نطرب فيها غايه الغايه حوالي 10 دقائق هاد الزبده تاعنا وهاد الكريمه حتى نشوفوا اللون تاعها تبدل ونشوفوها تضاعف الحجم تاعها. نطربوها بالباطور. هنا بعد ما نطربها بالباطور شوفوا كيفاش تضاعف لي الحجم تاعها وتولي كريمه وخفيفه. هنا نوجدوا في الحشو، غادي نعبرها لكم بالكيله باش تعرفوا. هنا راه عندي هاد الغرفيه تاع الشربه، يعني بيضه هذه تاع بكري. تقدروا ديروا اي غرفيه تكون المقدار تاعها تشبه لها. درت كيلة ونص تاع قرقاع اللي هو الجوز. انا غير هرمشته كما نقولوا، ما طحنتهش غبره، غير ندقدقوه. خصنا يقعد لنا حب باش ماشي حب كاع حب كبير، بصح خصنا يقعد لنا قطع باش كي نكونوا ناكلو نستبنوه. المهم انا درت كيلة ونص، ودرت 3 كيلات ونص تاع جينواز مرحيه كما راكم تشوفوا معايا. ملاحظه هذاك القرقاع ندخلوه للفرن حوالي 3 دقائق يتحمص لنا ويشم لنا ريحه النار ويخرج. ماشي نعطيوه لون ولا، غير نحاولوا نشفوه. تقدروا تزيدوا حتى اللوز يعني مع هذا الحشو، بصح انا نفضل القرقع يعني اللي هو الجوز، ولا ديروا ميرونج ما بيناتهم. هنا صاين بدي نجمع بهذيك الكريمه تاعي. انا الكريمه نتاعي جاتني نيشان، ما خصني منها والو. نتوما الا خصكم وحسيتوا الحشو تاعكم ناشف، ماشي تمشوا تعاودوا ديروا كريمه ولا، زيدوا معلقه تاع الشيكولا تاع الطلاء ولا البوينو اللي كنتم مستعملينها، اللي تكونوا مستعملينها في الزبده زيدوها لها. ونخلط بهذه الطريقه كيما هكا كما راكم تشوفوا معايا حتى نتحصل على حشو اللي يكون طري البنات، ما يكونش ناشف. لو كان يكون هذه الحلوه هذه تاع الفاكهه فيها 2 انواع نتاع الحشو، فيها حشو كلاسيكي اللي يجي غير جينواز وجوز، وفيها حشو اللي راهم يديروه دروك تجي وصفه تاع البنيون، تكون وصفه تاع بنيون شابه ونخلطوها مع شويه تاع الجينواز ونحشيو بها. كاين اللي يبغي الحشو يكون مقرمش بزاف نديروا له هذاك النوع من الحشوات، بس هو في البري يتبدل. هذاك تاع البنيون يجي البري تاعه غالي على تاع اللي كيما هكا. المهم حتى كيما هكا يجي بنين. المهم كل واحد والذوق تاعه. اللي نديروه بنيون نعكروه القوام تاع بنيون، بصح اللي نديرو فيه هكا الجينواز غالبه بزاف نعكروه شويه طري بزياده باش يحافظ لنا على هذيك الطراوه. راه واضح الطراوه تاعها كيفاش راه. هنا البنات انا ماشي ندير لكم 5 انواع نتاع الفاكهه، كل نوع درته يعني بحشو تاعه. كاين كاين نوع اللي هنايا راني نحشيه في الحشو، يعني هاد الخطوه اختياريه، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش. كاين اللي درت له كريمه البوينو، وكاين اللي درت له يعني فرومبواز، وكاين اللي درت له الكرانشي تاع ذوق الليمون، يعني كما حلوه تاع الفاكهه نتاع الليمون ونتاع التشينا. درت لها الكرانشي تاع ذوق الليمون باش تجينا قريبه ليها. كما الخوخه درت لها تاع الفرومبواز. كاين اللي درت لها كريمه البوينو، يعني كل وحده واش درت لها باش هكا نقربوا الاذواق. هنا هذا هو الكرانشي، شوفوا البنات يجي شباب واحد الحلاوه تاعه تجي معتدله. وهذاك الفرومبواز يعني انا كان عندي بذوق الكرز، وانتم استعملوا الذوق اللي تكونوا باغيينه. هنا نحشي كيما هكا ونعقروا على الحبات اللي حشيناهم بذوق الليمون واللي حشيناهم بتاع البوينو، كل وحده نديروها على جهه باش عاود كي نجيو نحشيو الفاكهه تاعنا كل فاكهه نحشيوها بالذوق نتاعها.
المهم ديروهم كيما هكا. لما عندكمش هذوك المول اللي راني دايره فيه انا، ديروا غير في بابي كويسون ولا في بلاستيك، ومعلقه صغيره معلقه صغيره، حطوهم متباعدين وديروهم يجمدوا في الكونجيلاتور. المهم نولوا للوزن تاع الحشو نتاعنا. انا الحشو نتاع الجينواز، لا فورس تاع الجينواز، وزنتها لكم 25 غرام. وهذاك الحشو الصغير اللي حشيناه في وسط الحشو، هذاك 5 غرامات. المجموع نتاع الحشو نتاعنا كاع 30 غرام. نتوما لا درتو هذاك الحشو الصغير يعني اللي حشيناه تاع الداخل، وديروا هذاك 5 وهذاك 25، ما درتوهش ديروا كاع الكره هذيك 30 غرام. صحيح حباباتي؟ وندخلوهم للمجمد يجمدوا. شو انا هنا دوك تشوفوا معايا راني نفرغ بالبلاستيك ما بين كل مجموعه. الا ما فهمتوش كاش حاجه ما كان حتى مشكل، خليولي في التعليقات ونعاود نزيد نوضح لكم. برك فضلا منكم اخواتي وليس امرا، اللي ماشي مشتركه في القناه تشترك وتضغط على زر تفعيل الجرس باش يوصلها جديد نتاعي في الوقت نتاعها. واللي راها مشتركه ما تنساش لاختها جا. وباينه التعليقات بلا ما نوصيكم، التعليقات يرفعوني المعنويات ويشجعوني. بالنسبه لاباط داموند انا راه عندي يعني عجينه اللوز، راه عندي رطل تاع لوز. نتوما الا بغيتو تستعملوا القوقاو استعملوا القوقاو، راه ينباع حتى هو بودر كيما هكا. بالاخص اللي تكون باغا غير تتعلم ما فيها والو. بصح البنه تختلف، ماشي نقول لكم ما تجيش مليحه تاع القوقاو، بصح البنه تختلف. هنا كما راكم تشوفوا درت رطل نتاع قوقاو مع رطل تاع السكر ناعم مع معلقه صغيره تكون معمره مليح نتاع لافاني. نخلط فيهم كيما هكا. انا البنات شريته بودر، نتوما من الاحسن الا عندكم هذوك الادوات اللي باش تسرحيو بهم ترحيوه في الدار خير، يعطيكم نتيجه. لانكم مشتوا معايا انا شريته مرحي وعاود زدت فوته في هذيك الرحايه تاع القهوه باش زاد عطاني نتيجه احسن يعني. وهكاك وما تحصلش على واحد اللوز عفوا اللي مرحي غايه الغايه. لانه كما نقولوا السر اللي باش يخلي لك لاباط نتاعك تجيك رطبه في اللوز تاعك يكون مرحيه غبره، خصه يكون مرحيه غبره البنات. هنا كما شفتوا معايا عاود رحيتهم مع بعضياتهم، زدت عليهم نص معلقه كبيره تاع زبده ونص معلقه كبيره تاع جليكوز. هنا نزيد الملون الابيض. انا ملون الابيض ما بغيتش نكثر باش كما نقولوا نحافظ على هذيك الصفوريه تاع اللوز نتاعي، باش من بعدها كما نقولوا الحبه تاع الفاكهه تجيني وكانه راها طبيعيه. دوك نوصلوا ونفهمكم. انا درت غير شويه. وهذاك الملون الابيض ما نجمش نقول لكم عليه مليح ولا ماشي مليح لاخاطش اول مره نستعمله. كي نستعمله في صوالح وقت اخرين ونجربه شحال من خطره نقول لكم عليه. تقدروا تستعملوا اي ملون تبغوه. المهم هنا نجمعه بالماء المعدني. البنات ماء معدني ماشي تاع السقايه معمر بريحه لاجافيل، ديروه لي تما كيبدل لك كاع البنه. ماء معدني قريعه. وكبوا الماء غير بالتدريج. لو كان تكبوا وتغلبكم يديكم باي باي ديك العقده مشات فيها، حتى تتحصلوا على قوام اللي يكون ما طري ما يكون عاود قاصح بزاف. لو كان نقصحوها بزاف تجينا في الحلوه تاعنا تجينا مشقه وما تجيناش شابه وما تساعدناش. ولو كان نطريوها بزاف ما تساعدناش والحبات تاعنا كون نطريوها غير شويه زياده على اللزوم الحبات نتاع الفاكهه تاعنا يجونا مرخيين ما يجوناش واقفين وشادين رواحهم. هنا كما شفتوا معايا صاي جمعت لاباط نتاعي كيفاش ندير لها دروك نخدمها باش تولي لي ليس وتولي شابه. نحطها فوق بلون دو طرافاي. انا البلون دو طرافاي تاعي البنات راكم تشوفوا فيه قد باسينه صغيور كاع بزاف. نتوما كي تكون الحاله عندكم كبيره سرحوا يديكم. نسرح العقده لاباط نتاعي عفوا كيما هكا بالطول ونولي نطويها نسرح ونولي نطويها هكا نخدموا لاباط نتاعنا باش ترطب لنا ومره على مره نشوفوها. كي نشوفوها العجينه تاعنا سقدت لنا ولات شابه نحبسوا. بعد ما نجمعها عفوا نعجنها كيما هكا نولي نديرها بلاستيك غذائي. نتاع اللوز البنات نخليها ساعه ونولي نبدا نشكل فيها. نتاع القوقاو من الاحسن تبات. علاش؟ لاخاطش القوقاو البنات يشرب بزاف، خصنا نخلوه يبات باش نعرفوه شحال نعاود نزيدوا له كميه السوائل. كي يبات لكم وتشوفوه نشف لكم زيدوا له بشويه عاود كميه نتاع الماء. كاين البنات ملاحظه كاين اللي كي يجمع هذه لاباط يجمعها بالشربات وكاين اللي يجمعها بالبيض. هي الوصفه التقليديه يجمعوها بالبيض. انا البنات ما تعجبنيش وما نتوقعش اني ناكل هذه ما غاديش طيب باش نجم ناكلها بالبيض. المهم البنات وتاع الشربات تجيني حلوه بزاف ما نفضلهاش. ماء معدني خير.
انا هنا بعد ما فاتت لي على لاباط تاعي حوالي ساعه وليت كي فقدتها صبتها خاصها غير كميه قليله تاع السوائل ماشي بزاف، زدت لها شويه تاع الماء جمعتها ووليت رفدت هذيك العجينه. انا راني باغا نخرج 5 انواع نتاع الفاكهه، نرفدها هذيك العجينه كامل ونحطها فوق الميزان. انا راني باغا نديرهم كيف كيف، يعني ما غاديش ندير فاكهه زياده على فاكهه ولا. كي حطيتهم فوق الميزان، الميزان اللي تعطيه لك لاباط تاعك قسميه على عدد كما نقولوا انواع الفاكهه اللي راكي باغا ديريها. انا قسمتها على 5. هنا جزء واحد تاع الخوخ تقدروا ديروا له شويه برك الا راكم عارفين يديكم ما تغلبكمش في الملونات، شويه برك تاع ملون اصفر فريكتا. انا استعملت فريكتا باش كما نقولوا تجي كما نقولوا الفاكهه تاع الخوخ. شفتوا الفاكهه تاع الخوخ تكون صفراء وتعاود تولي تحمر غير بشويه بشويه حتى تدي لنا اللون تاعها شباب، باش كما نقولوا نتحصلوا على لون طبيعي. هذيك الجزء نتاع اللي نديروا به الخوخه ديروا لها غير شويه تاع ملون اصفر. ولا راكوا عارفين يديكم تغلبكم ما ديروش فيه، خلوه ديروه في بلاستيك غذائي بلعوا عليه باش ما تنشف لكمش العجينه وخلوها على جهه. هنا راني نلون في الليمونه درت لها شويه تاع ملون اصفر فريكتا دوك نوريه لكم من بعدها كيفاش داير. وراني نجمع فيها عفوا بهذه الطريقه. شو البنات ما تكثروش عليها الكف تاع اليد، الكف تاع اليد سخون وكاين اللي يديها ديجا سخونين بزاف. ولو كان كثروا بالكف تاع اليد باش نقول لكم اللوز نتاعنا يطلق لنا الزيت نتاعها، حاولوا عليه غير بشويه وديروا بهذيك الكوبات كما هكا قطعوها باش كما نقولوا هذوك الملونات نتاعنا نحلوهم غايه الغايه ما يقعدوناش في القلب تاع العجينه هكا كلابز كلابز. وما بين كل ملون وملون نغسلوا يدينا غايه الغايه، لاخاطش غير تاع ملون ندخلوها في ملون واحد اخر تخرج لنا لون واحد اخر كاع ما نكونوش باغيين. هنا البنات نتاع الليمونه صاي كملت معاها، درت لها الالوان تاعها ديروهم لها غير بالتدريج لانه راه عندنا كميه قليله تاع العجينه. ولو كان تغلبنا يدينا بزاف صاي تجينا لا كولر هاربه بزاف وما عندناش منين نعاودو نجيبو اللوز. هاكو فاهمين. المهم ديروها بلاستيك غذائي وخلوها على جهه. هنايا راني عاود في التشينه هذه مندارين، هذه البنات ماشي تشينه عندها خدمتها وحدها، عاود في التقراص وحدها في التشكال عفوا. هنا نعاود نولي لتاع الكرموسه اللي هبلتكم وعجبتكم بزاف بزاف. وصراحه جات يعني كاع جاو شابين، بصح كل واحد واش عجبه. جبتها لكم باسهل طريقه. شوفوا كاع الفواكه اللي انا جبتهم لكم يا سهلين، خصكم غير نتوما شويه تحطوا ريسانكم ما تصعبوش الحاجه، سهلوها. ماشي نقول لكم سهلوها رقدي وما تشوفيش وما تتبعيش وروحي تخدميها مباشره، تتبعي واسم راني ندير. انا هنايا الجزء نتاع الكرموسه شوفوا البنات درت له شويه ملون تاع فريكتا. هذاك الملون الاخضر راه فيه عده درجات. هذاك اللي راه عندي اخضر كاتبين فيه اخضر نعناع، هذاك اخضر نعناع راني عارفه ما غاديش يعطيني اللون المطلوب، وانا هذاك هو اللي راه عندي. زدت لها شويه من عطر وملون نتاع ذوق البيستاش، بصح بين قوسين نتوما كي تكونوا تخدموا للزبائن ليكم دبروا ريسانكم. بصح كي تكونوا تخدموا للزبائن سقسي الزبونه تاعك اسكو تبغي ذوق البيستاش، كاين اللي ما تبغيهش، اسكو تبغي داك الذوق باش تعرفي واش تخدمي لها. انا كي سقسيتها هاد الزبونه قالت لي نورمال عادي نبغي ذوق البيستاش باش انا نضرب حسابي. درتها لها كيما هكاك باش يعطيني اللون المطلوب. لو كان تقول لك لا ما نبغيش دبري راسك روحي جي شري ملون اللي يخرج لك هذاك اللون الفونسي شويه. وما كانش عندك عادي استعملي غير اللون اللي يكون عندك. انا كان ما كانش عندي هذاك العطر عادي نستعمل غير اخضر نعناع. وفي التلوين نعاود ندبر راسي. هنا انا شكلتهم يعني درت كامل الملونات نتاعي الليمونه والتفاحه البنات. ما شاركتهمش معاكم باش الفيديو ما يجينيش طويل، حتى نهار اخر ونعاود نشاركهم معكم في فيديو اخر. هنا صاين بدي نشكل فيهم. انا كما قلت لكم الاجزاء نتاعي كل جزء خرج لي 3 حبات وحبه صغيره، يعني راكم تشوفوا العجينه نتاعي يعني لاباط نتاعي باش نشكل الحبات نتاعي وزنتها 45 غرام، الحشو 30 غرام ولاباط 45 غرام. بهذه الطريقه وبهذا الميزان تخرج لكم هذه الكميه. يعني انا خرجت لي حوالي 18 حبه تاع حلوه الفاكهه. بصح الحشو خرج لي كتر يا البنات. انا دسيتها في باطه، درتها كوريات دسيتها في باطه وخبيتها في المجمد، وقت الاستعمال نعاود نخرجها ونستعملها.
وما ننصحكمش تكثروا يعني تزيدوا في الميزان اكثر من هكا، لاخاطش تجي الحبه باسله. هذا الميزان ما تجي كبيره ما تجي صغيره. الا بغيتوا تصغروا شويه باش كما نقولوا تكسبوا حبات وقت اخرين ويجيكم بزاف، صغروا شويه على هذا الميزان، بصح ما تصغروش بزاف، غير شويه. المهم هنايا بالنسبه للتشينه راكو شفتوا كيفاش شكلتها. نحل الحبه تاعي ونحشيها بالحشو اللي كنت حاشواته بذوق الكرانشي تاع الليمون. هذه نقطه ما تنساوهاش. ما كانش عندكم ما تستعملوهش عادي، ماشي مشكله. المهم حليت دوك تشوفوا معايا في حبه واحده اخرى. شوفوا البنات نحلها كيما هكا، وما نحلوهاش بزاف حتى نكبروها زعما كاع بزاف، لا حلوها غير شويه وحطوا الحشو نتاعكم وبدو تطلعوا عليه، وفي نفس الوقت راكو تخرجوا في الهواء. ما خصناش نحلوها كبيره ونتحوا الكره تاع الحشو تاعنا. كون نحلوها كبيره ونتحوا الكره تاعنا تاع الحشو كي نبلعو يدخل معها الهواء. حلوا هذيك لاباط تاعكم صغيره وبدو تبلعوا باش يخرج الهواء. هنا جبت شويه ماء معدني باش كي نبلع هذيك اللقيه نبلعها بشويه تاع الماء كما شفتوا معايا، ولا لا شفتوا شويه تاع تشقق، ولا بالضفر تاعكم جرحتوا الحبه تاعكم تاع الحلوه، عاود غير بشويه تاع الماء عادي وكوليوها. ما تكثروش الماء، غير شويه وكوليو كما راني ندير انايا. ونكورها غايه الغايه، يعني يعطيوها شكل كروي بيديكم. ما تعطيوهاش بيضاوي وتمشوا تسقدوها لي وديروا لها هذه الطريقه، لا، قبل لا ديروها كروي. وولوا جيبوا هاد الكوبات اللي تجي محبه كيما هكا. مع التشينه ما نديروهاش بالمشطه، التشينه نديروها بالكوبات هذه اللي تكون محبه. يعني هاد الادوات ضروري تكونوا شارينهم وماشي غاليين بزاف. كل خطره شرو حاجه حتى تكملوهم. يعني كما هكا نقعد نكور كيما هكا، ندي ونرد على هذيك الكوبات حتى ندور على كاع الجوانب تاع ديك التشينه صاير داير. ونولي نخير لها اللي يكون الوجه اللي يكون شباب ويكون محبب غايه الغايه، هو نديرها لها الوجه نتاعها. شوفوا البنات، هذاك خيرته اللي ما يكون فيه حتى مشكله نديره من الفوق. ونولي بالكوبات هذه عاود الصغيره نقسم الحبه تاعنا كيما هكا. كما قلت لكم هذه الحبه تاع المندرين. الحبه تاع التشينه عاود تجي من الفوق مقروصه، ما تجيش فيها هذه الطريقه. في فيديو اخر ان شاء الله نعاود نشاركها معكم. هنا جبت هذيك الاداه اللي عندي ودرت لها هذاك الثقب في الوسط، والطريقه تاع الورود يعني شفتوني كيفاش درتها. سرحت لاباطا سكر تاعي وطبعتها بهذاك الطابعه وهذيك الورقه تاع الورقه ودرتها ركزتها كما شفتوا معايا. ولو في الفيديو شوفوا برك ملاحظه لاباطا سكر كي تشريوها البنات، انا شريتها ملونه مباشره. تبغوا تلونوها في الدار لونوها في الدار، بصح لاباطا سكر كي تشريوها خذوا بعين الاعتبار انكم تشوفوا وتلاحظوا الا كانت تاع التغليف ولا تاع صناعه الورود. لاخاطش تاع التغليف ما تيبش، ونتاع صناعه الورود هي اللي تيبش. شرو تاع صناعه الورود. هنا وليت للخوخه كيف حتى هي. وزنت الحبات نتاوعي 45 غرام، طاحوا لي 3 حبات 45 والرابعه طيح لي صغيره. انا هذيك الصغيره خليتهم حتى وليت جمعتهم وشكت بهم 2 حبات واحد اخرين. هنا بالنسبه للخوخه حشيتها بالحشو اللي كنت حاشيتها لداخل بهذاك الحشو تاع الفخومبواز. ايوا كيف شوفوا الطريقه تاع اللي راني نلم بها. شوفوا كيفاش نلم، ما نحلهاش كبيره على العجينه نتاعي، نحلها صغيره ونقعد نطلع. هنايا حسيتها نحلت لي شويه، نعاود ندير لها شويه تاع ما ونبلع. برك كيما نقولوا غطيو لاباط نتاعكم. انا هذه تاع الخوخ شويه خليتها ضربها الهواء شويه نشفت لي. ما تنساوش هذه النقطه، ببلاستيك ماشي بقطعه قماش. القطعه تاع القماش تمص لك السوائل وتنشفها لك، بلاستيك هو اللي يحافظ لك على الطراوه. بين قوسين انا راني نخدم وانتم شوفوا بين قوسين كي تكونوا تخدموا وتكون عندكم كميه. انا راه عندي حبات قلال، وعلى جال التصوير راني مره نوري لكم الخوخه، مره تشينا، مره مانيش عارفه واسم. نتوما لا، نتوما راكو تخدموا جيبوا لاباط نتاعكم كاع وزنوها على ميزان واحد وغطيوها بلاستيك غذائي حطوها في صينيه وحطوها بلاستيك غذائي. وولوا هذاك الحشو ما نجبدوش ضربه واحده. ما نبغوا نخدموا 5 حبات ولا 4 نجبدوا برا بحبات. لو كان نجبدوه كاع يطلق لنا، وحنا كي يطلق لنا ما يساعدناش في التشكيل، خصنا يقعد لنا جامد. المهم نجبدوا برا بحبات ونخدموا كما نقولوا الخوخ كاع ونكملوه. ونعاودوا نخدموا التشينه ونكملوها. التشينه انا ما غاديش نعاود نزيد نلونها، نحتفظ غير بهذاك التلوين تاعها، نخليها وحدها في صينيه. الخوخ نحطه على جهه يعني في صينيه بوحده، ما بين الحبه ونحبه نخلي لي سباس.
ونحطها على وجه واحد، ماشي وحده نحطها تشوف اليمنى وحده نحطها تشوف اليسرى، باش كي نجيو نلونوه يساعدنا. هاد النصائح البنات لو كان تقراوهم في الورشات ما غاديش تهبل راسها معاك وتمدلك كيفاش تحطي الخوخه ولا كيفاش تنظمي وقتك. ولا المهم انا والله البنات اللي راني نمد لكم من قلبي اماني، حتى نتوما جازيوني بهذاك الجنب فضلا وليس امرا. اللي ماشي مشتركه حتى انك تشترك باش القناه نتاعي تكبر والمجموعه نتاعنا تكبر. اهنا كما راكم تشوفوا معايا، شوفوا البنات دوك التشكيل نهضروا عليه في الحبه الزاوجه. هنايا نشرح لكم فين راني واصله. شوفوا نديروا هذاك الخط نجيبوه من تماك نجيبوه لتحت، ما نخرجوهش نيشان مع هذيك اللي فيها رحنا قاصينها لتحت، نخرجوه شويه جنب. وانا بالنسبه لهاد الادوات اللي راني نخدم بهم شريت سيريه، هذيك السيريه ما طاحتليش فيها اللي نخدم بها الخوخه، حتى نعاود ندير ونشري اخرى ونزيد نشاركها معكم في فيديو اخر. صبت هادو زوج سلكت راسي بهم معليش، درت هذاك الخط بهذاك اللي جاي كي العود بوانتي، ما نجرحهش ونجي بالبوانتي تاعه ونهود. لا شوف كيش راني نقبضه كيما هكا ونطراسي ونولي باش تجيني كما نقولوا كي الساقيه ندير كما هكاك بهذاك الزاوج. وهذاك شو هذاك الخط يجينا الخوا في الوسط ويجينا هكا خط منا طالع وخط منا طالع. هذاك الخط اللي منا ومنا طالع نعاودو بيدينا بالاصبع تاعنا شغل نكتلوه باش هذيك المنطقه تموت، ما تجيش تبان منطقه حاده تجي باين بلي احنا خادمينها. خصنا تجينا عفويه، تجينا شكل تاع خوخه. هنا نبدو من الاول. شوفوا البنات قلت لكم العجينه تاع الخوخه خليتها شويه ضربها الهواء، ما انتبهتلهاش وما غطيتهاش مليح، شويه نشفت لي. نتوما غطوا بصح عادي، نتوما لا تحطوا في هذا الخطا استعملوا شويه تاع الماء معدني وراكو كما درت انايا. بالله عليها كما هكاك بهذيك الطريقه نشكلها كره. هذاك القنت اللي باللقيه اللي باش بلعنا نعاود ندير له شويه تاع ما باش يساعدنا ويتبلع لنا نيشان، وراني نشكل شكل كره كيما هكا. انا يديا شويه تغبني ما تشكليش شكل كره، تشكل لي كما الغروبيه. نتوما غير بشويه عليكم. شوفوا نعاود نولي نرفدها من الجهه التحتانيه نضيقها شويه باش تولي لي شكل دمعه، بصح ما نطولوهاش بزاف. الخوخه اللي بهذا الشكل كي تجي طويله بزاف صاي يمشي لها لو شارم تاعها، غير شويه شكل دميعه كما راكم تشوفوا. ندهني الاصابع تاوعي بشويه تاع زبده ونجي وندير لها كيما هكا. راه واضح كيش راني ندير لها. ما تقولي لي ما راه وضحتي، ما تقولي لي كاش حاجه. ها ايوا واللي ما فهمتش تخلي لي تعليق، بصح ماشي على الطريقه تاع التشكال. الطريقه تاع التشكال ما نقدرش نشرحها لكم في التعليقات، مقادير ولا بالنيه. طريقه تاع التشكال شوفي بعينك. احنا شوفي انا هذيك الاداه البنات كنت في الاول قلبتها ما كاش تخرج لي نيشان. شو درك عاد عطيت لها الطريقه الصحيحه، قبضوها كما كنت قبضتها دروكش. ها هنا تراسي بشويه ونروح معاها ونولي هذوك الحواد اللي يكونوا في الطرف تاع الخطوطه نكتلهم وراني نسقط فيها غير بشويه. برك هذاك الخط ماشي تجيبوه خط مستقيم. شوفوا كيفاش راني مخرجاته الجنب الفوق. نولي ندير هذاك الثقب تماك وين نلصق لها الحبه تاع الورود نتاعها والورق نتاعه. الورق البنات انا راني خادمته ديجا من قبل، الا بغيتو نولي نشاركه معكم في فيديو. هنا غير بشويه الحبات نتاعكم. نصيحه واحده اخرى انا كنقدمها لكم، هذه نقدمها لكم لصحتكم. الا كنتو خادمين كميه كبيره غير جمعوا فوق الكرسي البنات باش ما تعياوش وتخدموا الحبه تاعكم في خاطركم. فوق الطابله وجدوا صوالحكم كرسي وراكي تخدمي في صوالحاتك. شوفوا البنات صدقوني صح ما نقولكمش ما فيها شويه تاع العيا، فيها شويه تاع العيا وفيها الخاطر، وتكوني موجده صوالحك منقيه دارك باش ماشي عقلك هنا وعقلك لهيه. وتقعدي عليها وصدقوني كي تشوفوا النتيجه النهائيه لا تفرحوا من قلب. ايوا هنا صاي شكلتها نولي نخليها على جهه ونولي لكم للتلوين. انا هنايا التلوين هاد القريعات شريت غير هاد القريعات بالاخص اللي ما تقبضش الطلبيات ولا باغا غير باش ما نقولوا تزوق الطابله تاع العيد ولا تستعمل غير هادو اللي عندها الطلبيات صح تشري هذاك اللي لونه. انا قريعات شريتهم من عند كوسميتيك، ما تشروش من عند اللي يبيعوا لوازم الحلويات يحسبوه لكم غالي. شرو زوج ولا ثلاثه. انا المهم شريت كيما هكا هذاك باش نلون دروك الحبات تاع الخوخ. درت شويه تاع الشربات البنات، استعملوا الشربات لانه مازال نستعملوا الملونات تاع الفريكتا وتاع الفريكتا مالحين شويه، ما نحلوهمش في الماء نحلوهم في الشربات باش نقلعوا لهم هذيك الملوحيه. درت كمرحله اولى وطبقه اولى في التلوين عمروا القرعه غايه الغايه. انا في الاول ما عمرتهاش مليح بالشربات شويه كما نقولوا قاعد ما تطلع ليش ما يطلع ليش
ثم عمروها وديروا فيها شويه نتاع ذوق الفراوله وملونه. راكو شفتوه معايا وانا راني نرفد الملونات غير بهذاك العود اللي في وسط القرعه، يعني هذاك المهم راه واضح كيش راني ندير حتى نتحصل على اللون المطلوب. هنا كرشه اولى خصني تكون طبقه فاتحه. وشوفوا البنات من الاحسن حتى هذاك الجنب اللي راه منهي على يدينا اليسرى حتى هذاك رشوا فيه رشه خفيفه، ما تركزوش في الطبقه الاولى والتلوين الاول، ما تركزوش غير على الفوق ولا الجنب اللي منه، شويه ضربوه حتى منهي غير شويه، ما تدرجوش كامل هذيك الطبقات كما نقولوا اللون الاصلي تاع الفاكهه تاعنا، باش نديروا التدرجات في الالوان. هنا عاود جبت ملون احمر كارس تاع فريكتا كما شفتوا معايا، ورفدت غير شويه. راكو شفتوا كيفاش رفدت غير بهذاك العود نتاع الريحه نتاعي، راكو عارفيني واش راني نقول. ونخلطه غايه الغايه ونعاود نرش كما هكا طبقه خفيفه. وكي تكونوا ترشوا بعدوا يديكم باش كما نقولوا ما تزوش ما تغموهاش وترشوا باش تجينا الرشه شابه كما راكم تشوفوا معايا. وخلطوا مليح مليح في هذوك الملونات. اللي تبغي تستعمل ليغون تستعمل، انا ما كانوش عندي وزيد شويه ما كنت كانوا عندي ما يساعدونيش، ما نحس راسي فيهم مليحه. معليش استحملت يديا ضاعت بصح عادي من بعدها عاود باليومين ولا ومشاو لي. هنا راكم تشوفوا راني نرش غير بشويه في الجناب منا فين ما نشوف شغل كي تكونوا تلونوا. استخيلوا الحبه تاع الفاكهه تاعكم، استخيلوها قدامكم وراكو تخدموا دوك نتيا والخيال تاعك واش راه جايب لك الفاكهه تاعك باش تخرجيها حاجه شابه. هنا باش نعاودو نديروا لها هذيك شفتوا الحبه تاع الخوخ والفاكهه تجي فيها واحد البلاصه حمراء بزاف، هنا نديروا لها ملون اورجواني. شفتوه هذاك هو. ديروا لهم كابسول ديكروم باش كي تمشوا تشرو يساعدوكم على نفس الملون اللي كنت دايراته، زدت شويه كيما هكاك باش يعطيني ملون اللي راني باغيته. ونخلط فيهم غايه الغايه كما شفتوا معايا، ونولي نرش عليهم رشه غير من الفوق ماشي كاع في الطراف، غير من الفوق باش تعطيني هذيك الطبقه اللي تجي فونسي. شوفوا البنات ها هو هادي. ونولي مباشره بعد ما هما عادك ما نقولوا ما نشفوش في هذه المرحله نجيب الفرينه ونرش عليها من الفوق ونرش كاع في الجناب. يعني حاولوا تتميلوا الصينيه تاعكم شويه باش الفرينه توشي لكم حتى الجناب وتعطيكم نتيجه مليحه. ملاحظه البنات انايا شوفوا الحبه الوسطانيه راها عندي في الجهه اليسرى واحد شغل كي السيولات هكا مهودين. نتوما لا درت لكم هذيك غير انا قربت يديا، نتوما لا درت لكم تمتم بقطعه تاع بابي ولا طبطبوا عليها كما نقولوا طبطبه، طبطبوا عليها باش تجيكم باش تمشي لكم ما تقعد لكمش هكاك باينه. انا ما انتبهت لهاش حتى للفيديو درك كي راني نصور وانتبهت لها. هنا كما راكم تشوفوا مباشره غير حوالي دقيقه ولا دقيقتين ونولي نجيب بانسو كما راكم تشوفوا اللي يكون رطب ونقلع ديك الفرينه اللي رشيناها باش تعطينا هذيك الحبه. شوفوا البنات اللهم بارك ما شاء الله تجي شابه وتجي تنطق نطيقه البنات ما شاء الله. مازال نزيد ندير لها الورده وحاجه تكمل حاجه، نقلع لها كامل ديك الفرينه ونولي ندير لها التزيين تاعها. هذاك الثقب نتاعنا اللي درناه في الحبه تاع الخوخ نجيبو بانسو صغير ونقلعوه، قصدي نقلعوا هذيك الفرينه اللي تكون متراكمه لنا تماك باش ما تقعدناش. ونولي نجيب الورود نتاعي، انا كنت درت ورده بيضاء والورقه خضراء وفي الطرف درت لها كيما هكا. المهم هذيك لا بغيتو نديرها لكم في فيديو بوحده نركزهم كيما هكا يعني تسكز لكم بكل سهوله. دوك تشوفوا معايا البنات غير بشويه وتبعوا الفيديو من الاول حتى التالي باش كما نقولوا تفهموا. انا كي راني نهضر بزاف ما رانيش مشتاقه الهضره، راني نهضر باش نفهمكم باش نتوما توصلكم المعلومه، باش كما نقولوا ما تضطروش تمشوا ديروا دوره بالدراهم برا. راني نجيبها لكم برك اللي تكون باغا تحصل على الدبلوم ننصحها روحي ديري الدبلوم تاعك تصيبيه في كتافك. بصح اللي ما تكونش باغا دير الدبلوم ما ينفعهاش لي فيديو راهم يوريو احسن من الورشات. هنا راني ماشي نلون الكرموسه. شوفوا الكرموسه درت كميه تاع الشربات وراني نقول لكم شوفوا رفدت هذاك اللون الارجواني وتحيت هذاك العود اللي راني نوري لكم به تحيته فيه وعاود تحيته فيه هذيك القرعه تاع الريحه تاعنا تاع الشربات ونخلط ونعاود نرفده ونتحيه ونخلط نعاود نرفده ونتحيه ونخلط 3 مرات باش نتحصل على اللون اللي راني باغيته. وانا هكاك وكي عاود وليت جربت يعني دائما كي تبغوا تجربوا اللون تاعكم شوفوا في بابي اللي يكون ابيض جربوا فيه باش تشوفوا اللون.
انا كي جربت حسيته ما عطانيش لون شباب، زدت وليت رفدته للمره الرابعه، تحيته في اللون هذاك الارجواني ورديته. شوفوا راه كيما هاك، ونخلط باش نتحصل على اللون اللي راني باغيته. ما نجيش ضربه واحده وندير كميه كبيره وانا ما عارفاش واش راني ندير، غير بشويه حتى نتحصل على الدرجه تاع اللون اللي راني باغيتها، ونرش كيما هكا. بالنسبه للكرموسه البنات ما تلونوهاش كامل، ضربوا وخطيو. شو البنات انا هنا راني بديت لكم بالتلوين، الفيديو جاني كيما هكا ومانيش باغا نزيد نخرب فيه لاخاطش هبني هذا الفيديو، راكو عارفين قلت لكم واش صرا لي فيه في اللايف. هنا نشرح لكم كيفاش نشكلوها. شوفوا البنات، نحطوا الحشو، وكاينه واحد الاضافه من عندي هذه بالنسبه لهذاك الحشو اللي حشيته في وسط الحشو نتاع الكرموس. تقدروا ديروا معجون الكرموس تكونوا خادمينه في الدار ويكون عندكم ويكون شباب، ديروا حتى هو كما درته انايا في المجمد وتحشيو به، باش هكا كل ذوق نجو مقربين له الذوق نتاعه. الا تبغوا ما تبغوش وما كاش متوفر عادي. المهم نكورها بنفس الطريقه تاع خواتاتها كما خدمنا الوالا، نبلع اللقيه تاعها بشويه تاع ما ونكورها، نعطيها كامل لاباس تاع الحلوه تاعنا والتشكيل تاع هاد الحلوه يليق نعطيوها الشكل الكروي في الاول ضروري. ونولي بصبعي كيما هكا بصبعاني نجبد ونقرص، ندير لها هذاك التقمير كما نقولوا، ونولي ندير لها هكا شغل نعطيها شكل، نضيقها من التحت غير من جنب واحد، الجنب التحتاني الاخر نخلوه هو راني نجبد كيما هكا ونشكل فيها. شوف الكرموسه ماشي كما الباكوره، الباكوره شويه نعطوها شكل بالطول، ما تجيش سمينه في هذيك المنطقه التحتانيه، ما تجيش سمينه كيما هكا، تجي شويه دايره لاطاي. بصح الكرموسه تجي مبنبنه، ضروري نحافظوا لها على هذيك التبنبينه. وراني نجبد في داك التقمير كيما هكا وشويه نقرص، شويه نضغط فيها بيديا، نجبد وندغط نجبد وندغط حتى نتحصل على هاد الكرموسه. الكرموسه ما تجيش طويله بزاف، هاني قلتها لكم راه واضح. شوفي كي تكوني تخدمي تخيلي ديك الحبه تاع الفاكهه اللي تكون قدامك. هنا نعاود ندير لها كيما هكا باش كما نقولوا نقلع هذوك اللي صرا الصبعان تاوعي. استعينوا يديكم رطبوهم دائما بشويه تاع زبده، من الاحسن استعملوا زبده اوبلين لانه اوبلين فيها البنه مليحه. انا استعملت غير لابير عادي، بصح نتوما استعملوا وانا نقول لكم نتوما دبروا ريسانكم. ايوا كيما هكا نمشي معها غير بشويه حتى نتحصل على الشكل اللي راني باغياته. هنا البنات انا غير بهذاك البانسو ظهرت ساعه القفات ساعه درت لها هذاك الثقب من الفوق باش نديرو زعما الحليب نتاعها. هنا هاد الاداه اللي دايره كي السكين، كي تكونوا تشرو هاد الادوات لاحظوا اللي فيهم خاش ما يجوش كيف كيف. اللي جايه كي السكين هي اللي ندير بها هاد الخطوط، ما نديرش بالكوبات، الكوبات كبيره بزاف وما تساعدكش، ديري بهادي وما تجبديش وتشرطي. راني قلت لكم في الفيديو ما تشرطيش لاخاطش لو كان تضربي وتشرطيها تجي كما نقولوا محبه بزاف. بالاخص انا اللوز تاعي ما راش عندي مطحون غايه الغايه، يعني ما عنديش هذوك لي روبو اللي يطحنوا لي فارينه. نولي بعد ما نشرطها نشرطو. شوفوا البنات نشرطو، ما نجوش نشرطوهم كامل على نفس الطول وعلى نفس القياس. خط ديروه طويل، خط شويه قصير، خط شويه قصير على خوه، خط شويه طويل على خوه، كيما هكا البنات باش تجينا مليحه. هنعاود نشكل معكم وقت اخرى وراكم تشوفوا. شو الحبه تاع الكرموسه ما كانش اللي ما عجباته صراحه، كاع الفاكهه عجبتكم، بصح الحبه تاع الكرموسه كاع كنتو تقولوا لي عليها لاخاطش جات طبيعيه بزاف، والخوخه حتى هي جات شابه، يعني كاع جاو شابين صراحه تاع ربي. هنا كما راكم تشوفوا معايا، شوفوا نضغطها هنايا نقرصها، يعني شغل نقرص نضغط عليها بالاصابع تاعي، راني نجبد وفي نفس الوقت شويه نضغط باش نشكل هذاك التقمير اللي راكم انني نقولها التقمير وانتم سموه كما بغيتوا. مره على مره نحطها حدا اختها باش نعبرها، باش ماشي تجيني وحده طويله وحده قصيره وحده، خصنا نديروهم طول واحد. شوفوا هنايا خصنا نحافظوا على هذاك الاطراف تاعها السمينه باش تجينا شكل الكرموسه. نولي نجيب هذيك الاداه اللي تراصيت بها، شوفوا ما نديرش بالجهه اللي دايره كيما هكا، ندير بهاد الجهه كيما هكا ونضغط، ما نجبدش البنات ما نشرطش، نضغط عليها. شوفوا هنا راه واضح احسن من الحبه الاولى. وديروا هذوك الخطوط متقاربين لبعضياتهم باش يعطيونا شكل طبيعي. شوفوا ها مره على مره هذاك السكين مسحوه باش ما يعطيكم نتيجه مليحه. عاودي البنات تبعوا غير بشويه، راني كما نقولوا درتها لكم بالبطيء باش تفهموها وتشوفوها. هنا كي نكملها نولي نفوت عليها هكا بيديا باش هادوك اللي يكونوا تشنقير ولا شي حاجه ترطب لنا وتعطينا شكل طبيعي. شوفوا ماشي راها شكل طبيعي ما شاء الله اللهم بارك. هذاك الثقب تاعنا نعاود ما نساوهش نديروه كيما هكا ونحطها على جهه ونفوتوا للتنويل تاعها باش نشرح لكم التلوين. التلوين كيف كيف راني قلت لكم كيفاش تحصلت على هذا اللون، بشويه بشويه ونحلو في الشربات لانه فريكتا مالح، والرش ما نرش
كما نقولوا كاع الحبه تاعنا كترشوا على الحبه تاعنا ما تجيش طبيعيه. هي الحبه اللي راها على يدينا اليسرى راني رشتها بزاف ما تعطينيش نتيجه كما زوج حبات الاخرين. شوفوا هاد الجهه اللي تجي خضراء ونخليها خضراء ما نخليهاش كاع خضراء، نرش فيها غير شويه باش نعطيها كما نقولوا اللون الطبيعي. وكي تشوفوا هذوك السيولات هكاك مهودي لكم بشويه تاع بانسو رشوا كما نقولوا مسحوها باش ما تقعدش هكاك باينه هذيك لي ستراس. ونخلو الحلوى تاعنا حتى تنشف، هذه خطوه مهمه، ما نخربوش في الحلوى تاعنا وهي عاده ما نشفتش. الا خربنا فيها هذاك الكولون كاع يطير لنا في يدينا ويقعد هذاك ليستراس خاوي وتعاودي تقعدي تسقدي فيه ما تعطيكش نتيجه مليحه. هنا صاي هذا هو الشكل النهائي نتاعه اللي صراحه جات كما نقولوا باقه من الفواكه اللي جد رائعه. بالنسبه للفاكهه تاع التفاحه ونتاع الليمونه ان شاء الله دوك نديرها لكم في فيديو اخر. انا الليمونه والتفاحه درتها لكم بهذا الشكل، والتفاح لونته بزوج طرق، لونته بالطريقه اللي يجي هاديه وهذيك اللي غادي دوك نقسمها معكم في الاخير ان شاء الله وتشوفوا كيفاش تجي دايره من الداخل. لونتها زعما بغيت نشوف داك التفاح اللي يجي حمر فونسي، يعني هذه لونتها بطريقه وقت اخرى جربتها انا من عندي ان شاء الله كاش نهار نشاركها معاكم. شوفوا البنات كيفاش راهم جاو شابين. شو البنات دروك كي جيت نقول لكم شوفوا البنات تفكر داك الفيديو قصير اللي حطيته لكم مزيه ما راه معايا حتى واحد ومزيه الفيديو راني نمونطيه حتى يكون على خاطري. وما كي نكون نحط وحدي هكاك باش نقسم لكم البنات صدقوني نفس الطريقه كاع يدوروا بيا ويبقاو ينقرشوا حطينا حط بالكبير بالصغير. ايوا البنات شوفوا التفاحه درت لها هذيك الورقه كيما هكاك وهذاك الغصن اللي راه في الوسط هذاك البنات ينباع تاع حب الملوك. هذاك غير تاع حب الملوك اللي يجي لاصق في حب الملوك يبيعوه. نتوما عليكم وقت حب الملوك كي تجيبوه دسوه لهاد الفاكهه. شو البنات هنا بغيت نوري لكم شو الحبه الاولى في الجنب اليسرى ما لونتهاش بهذيك الطبقه الاولى الخفيفه جات باينه. شو هذيك كي لونتها بالطبقه الخفيفه شو كي راها جايه طبيعيه بصح ما تلونوهاش عاود حتى تحمروها كاع غير الشا خفيفه. شوفوا باش يقعد يبان لنا من هذاك الاصفر نتاع لاباط ويقعد يبان لنا شويه زعما راها مبديه الطيب. الكرموسه ديجا راكم شفتوها وما شاء الله جات شابه. وباش ندير لها هذاك زعما الحليب ذوبت شويه شيكولا بيضه ودرتها لها. الليمونه حتى هي عطيتها لون اصفر خفيف وزعما راها عاده بدي الطيب ما بين صفوريه وما بين خضوريه. قلت لكم انت انا الليمه اللي تخيلتها دايره كيما هكا انتيا وليمتك اللي تخيليها. بالنسبه للحبه تاع المندرين حتى هي ما شاء الله جات شابه. يعني شوفوا خاصكم غير تغزروا كون حتى تبغوا ديروها باللوز رطل تاع اللوز وتذوقوه لروحكم والله لا تانك ما فيها والو. الا كان في مقدوركم اشروا رطل تاع اللوز. انا جاتني 100,000 جاتني 110 راكم شفتوا في التيكي شحال جاتني. المهم 100,000 تخرج لك 18 الحبه البنات الخير والخمير بهاد المقادير اللي عطيتهم لكم يعني بهاد الغرامات اللي عطيتهم لكم. هنا دوك نقسم معكم يعني الحبات اللي كما نقولوا ما راهمش ماشيين للبيع. انا بالنسبه للبيع كانوا عندي هنايا في هاد الوصفه هذه هنا تاع اليوم كانوا عندي زوج تاع الناس دايرين عندي لا كوموند. وحده كانت هي صاحبه الطلبيه والزوجه كانت طالبتني قالت لي الله يحفظك كي ديري هاد الحلوه خلي لي منها لو كان زوج حبات ومعليش كان في خاطري ندوقها. قالت لي وشريتها من برا وما عجبتنيش بزاف. المهم ان شاء الله كما نقولوا تعجب مواليها واللي ذاقوها ان شاء الله هي تعجبهم والحمد لله. يعني كانت وبقاو لي حبيبات لي حتى انا ذقناهم في الدار. يعني كما قلت لكم تخرج لانه صاحبه الطلبيه كانت عندها 7 حبات نتاع طلبيه 3 كرموس والباقي دوك تشوفوهم معايا في الفيديو. انا قسمت لكم تاع ذوق التفاحه. شوفوا البنات كيفاش تجي روعه البنات تجي رائعه سقوني. وحتى هذاك الكرانشي يجي شباب تقدروا ديروها بتاع الفرامبواز كيش ما بغيتوا تحشيوها يعني حاولوا تقربوا في الاذواق فقط. شوفوا كي تجي طريه. وحبه تاع الليم راني خليتها لكم في اخر الفيديو دوك نقسمها معكم. هذه بالعاني خليتها يعني تسيتها باش نقسمها معكم حتى على 3 ايام ولا 4 باش قسمتها باش تشوفوا كيفاش تقعد. هنا تاع الخوخه هذيك شغل غير زياده البنات على بها ما لونتهاش بهذاك اللون الفوقاني غير باش نقسمها معكم وصاي. شو هنا جيت نقسم لكم الكرموسه وكنت ذقت الحبه تاع التفاح ما قديتش نكمل معكم نعاود نقسم مشيت بالنسبه لسعر البيع البنات ما بين 18,000 حتى 20,000 فيها وراني متشهيه. ولا حشيتوها بحشو نتوما اللي راكم تشوفوا فيا المكسره اللي وشهيتكم في الجنه ولا تزيدوا وبين قوسين اللي تبغي طلبيات نتاعها من 20,000 للحبه لاخاطش مرحبا ديرها غير لوز بيا وندير فيها العجين لا فرينه لا على راس وخدمتها راكم شفتوا صح كما نقولوا الواحد يستمتع بصح فيها التعب الواحد يدي حق يده.
هذا هو السعر تاعها. وانتم حتى هنا في الولايات نتاعكم قولوا لي شحال السعر تاعها. هنا هذه الحبه اللي قلت لكم خليتها لكم باش على حتى 3 ايام ولا 4 وقسمتها معكم. ما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم فضلا اخواتي ما تنساوليش الجام، تعليقاتكم، واللي ماشي مشتركه تشترك وتفعل زر الاشتراك، زر الجرس باش يوصلها جديد نتاعي في الوقت نتاعه. مع السلامه، مع فيديو اخر ان شاء الله.